في يوم بتمشى على الوديان ما بين الشجر أبصرت لمحة بنت بين العشب والزرع الخضير فقلت هذا صيد من ربي ودققت النظر وقلت يا عدنان حقك سير عند الصيد قال قدوم تكلمته وهو خجلان ما رد الخبر فقلت أنا إنسان مثلك وأنت عندي كالوزير بالله عليك يا راعية هيا تعالي بالبكر نتبادل الكلمات عرفنا بأصلك يا خبير وعندما جاءت بجنبي قلت ما اسم القمر بالله واسم بلادكم دي تزرع النوع المثير قالت بداية اسمي الهمزة ونوني في الأخر أما بلادي إب والغزلان دي مثلي كذي من ثم كلمني وكان القول منه كالدرر قالت أمانة وإيش تعمل وإيش عسرك واليسير فقلت اسمي مثلكم والنون في ختمه ظهر وأنا من القفرة الأبية تابعه إب الأثير طالب وذا درس بالمكلم مستوى أول حفر تخصصي بترول يمكن أرتقي رتبة وزير واسمه بي أحمد وأخواني معي 12 أهم شيء إني عزب من أجل تعريف يا مطير وطال مجبر والغنم سالين حق أحمد عمر وكمل الزرع من جيكو قالوا ضال مجبر والغنم سالين حق احمد عمر وكملين الزرع في الجربه وتمينا الشعير وصاحب الجربه يصيح ثم يرجم بالحجر ويقول من هو صاحبه خربان دوله والحميد. وقلت من خلاش ترعي المواشي والبقر وكيف ترعي الغنم والحسن في وجهش منير. دي مثل حسنش يستحق السلطنه من دون خبر ويرتقي رتبه ملازم يرتقي رتبه مشير. يا راعيه قلبي هذا الحسن دور وانتظر بالله جودي لي بوصلش يا حمامه في الغدير. قال نلتقي غدوه هنا ودي لبن 5 نفر وانا علي قلت لي الشاي مع خبز الفطير. ثم التقينا يومنا الثاني الى ذاك المقر. هي تصطبح وانا مطمن انظر الوجه المثير اكلت من خده ثمار العمد يا نعم الثمر. جنيت من فمه عسل صافي وذا يجري غزير. سبحان من كحل عيونه من جعل قوله درر من قوس جفانه وحسر انسه الباهي الاسير. وقامته كالغصن ايش الغصن جنبه لو ظهر بات تخجل الاغصان لو شافت قوامه بات غير والخصر لو شفته تقول انك بسياره. قد انتصر من صار بالخصر المخصر مستدير. ايش الحلاء ايش الدلع ايش الوسامه والحور. العقل في حكمه سقط والقلب في يده اسير. فقلت يا ابن الناس ليش الكلب قلبي ما صبر انت تصطبح وانا صبوحي انت يا اشهاب فطير. والله انك الاناناس المعلب من قطر يا اخوك مستورد من الخارج وهو نادر شهيد. بديل شلغالي وبدفع له انقب في المجال لو صرت اشكاف السعوديه وبتهرب عسير واسكنش في قصر قلبي او بشقه في النظر واجعل ثيابش دائما كلها من انواع الحرير. واقضي مع الشهر العسل في روسيا او في قطر واعيشش مثل الملك والكل في امر جسي. شفت البنيه راضيه من بسمه الفم الاخر وشفت فرحتها غزيره راضيه تشتي تطيب. فقلت يا عدنان حقك قد سبر وعدك سبر لكن بقى في وسط عقلي شيء بسالها اخير. سالتها اليوم حبيتي وقد جاش السهال. قالت عيما يوم قد حبيت أن حبي فقير ما غير ناصر جارنا وأحمد صديقي في السنة. قال سألتها اليوم حبيتي وقد جاش السهر. قالت أني ما يوم قد حبيت أني حبي فقير ما غير ناصر جارنا وأحمد صديقي في الصغر والنور وخالد ثم عبده والحالي جنبي. شكلها قال الأخير. قال سألتها اليوم حبيتي وقد جاش السهر. قالت أني ما يوم قد حبيت أني حبي فقير ما غير ناصر جارنا وأحمد صديقي في الصغر والنور وخالد ثم عبده والحالي زمير. سمعت هذا الرد منها طال عقلي وانبهر ولا دريت لو انا مرجوم لا تحت السرير. سلامتكم.